ايه يا جدعان؟ يا اهلي، يا مسؤولين، في ايه يا جماعه؟ يا ادارات حرام عليكم، ده في ايه الهيجان اللي داخلين بيه السوق ده؟ هتسالني على ايه؟ بقول لك النهارده حلقه موت، حلقه صفقات فيها كل اللي انت بتدور عليه. فمن فضلك بعد اذنك بستاذنك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. ده لو كان ما عجبكش رد عليا في الكومنتات واقف والدماغ حتى يا سيدي لو بتنتقد، تمام؟ لكن حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، هستاذنك تاني تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس وتكمل معايا الفيديو ده للنهايه. تعال نتكلم في الصفقات بالنسبه لناديين القمه اهلي وزمالك. هبدا بالاهلي لان عندي كلام كتير في الزمالك، فعاوز اخواتي الزمالكاويه يكملوا معايا الفيديو ده للنهايه. بالنسبه للاهلي اللي داخل على الطريق الصحيح، ليه؟ هقول لك حلقه مش عايز اقول لك، انا مش عايز اطلع اقولها والله. الاهلي في خط الهجوم، تعال نمسكها كده واحده واحده، ودي الحاجه المهمه جدا. الاهلي دخل وبقوه وخلص رسمي ووقع مع اسامه فيصل لاعب النادي الزمالك السابق ولاعب النادي البنك الاهلي الحالي. الاهلي داخل عاوز يولعها في السوق المحلي، انا قلتها لك ومحدش سمع كلام. انجز خلص صفقاتك قبل الاهلي ما يرجع ويخش السوق المحلي تاني. قلتها والله والناس ايه قالت لك لا الاهلي خلص، انت لسه الاهلي قدام شويه كمان. فالاهلي داخل في اسامه فيصل ومخلص رسمي مع اللاعب ومخلص كل حاجه واللاعب مضى كمان. فاضل، انا قلت لك خلص، ده مش معناه ان هو راح للاهلي. الاهلي هيعقد جلسه، ده دي المفاجاه اللي جايه كمان، يعني اللي جايه دي اوسخ من ده. ان الاهلي هيعمل جلسه مع مسؤول البنك الاهلي لتوقيع العقود رسميا والاتفاق مع النادي على كل البنود ليصبح اسامه فيصل حال موافقه البنك الاهلي لاعبا رسميا في النادي الاهلي. المصيبه الكبيره بقى ان انا نفسي اشتغل في السكاوتنج بتاع الاهلي، ليه ما بيشتغلوش؟ هما الزمالك بيجيب مين؟ كان ملاعب مين النجم في الزمالك يروح يجيبه. ليه؟ لان الاهلي قعد وجلس مع مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق ونانتي الفرنسي الحالي، ومصطفى محمد وقع على عقود رسميه لانتقاله للنادي الاهلي. لكن ده معناه ان الاهلي خلص 50-60% من الصفقه. فاضل الجزء الاهم شويه، وهو ان الاهلي هيتكلم مع نانتي الفرنسي لشراء عقد اللاعب. لو نانتي الفرنسي بسبب مشاكل مصطفى محمد بسبب ضعم القضيه وعدم نفس الشروط المثليه وكلام من ده منفتح لبيعه، فالاهلي لو خلص وتم اتفاقه فالاهلي رسميا يمتلك 3 ولا 4 رؤوس حربة مدمرين بامانه الله. جراديشار، وسام ابو علي، مصطفى محمد، اسامه فيصل، حاجه يعني خرافه. طب الاهلي جايب الاثنين دول ليه؟ ما يبقى عنده زحمه قدام. انا بقول لك، قلت لك الحلقه اللي فاتت لامكانيه رحيل وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني، لان جاي له اكتر من عقد. الاهلي صعب يرفضها بمبالغ كويسه. اقل عرض حوالي بتتكلم في 5 مليون دولار او 4 مليون دولار على اقل تقدير. فالاهلي بصراحه مش عايز اقول لك، مش عايز، ما بحبش اقول كده، بس الاهلي بصراحه 10/10 اقول لك ايه، الاهلي داخل في سكه كويسه. بالنسبه للدفاع، ياسين مرعي اللي زي داخل في مفاوضات معاه، الاهلي دخل واللاعب وقع على عقود انتقاله للاهلي. ايوه زي ما سمعت، الاهلي وقع مع ياسين مرعي ازاي داخل في الصفقه. فاضل اللي هيقدر يخلص معاه دي هياخد الصفقه، لكن اللاعب وجهته حاليا قريب لمين؟ هو قريب من الاهلي، قريب من الاهلي. بالنسبه لاخر صفقه الاهلي داخل فيها، ودي هنا بقى الميركاتو، صفقه الباك اليمين. الاهلي في الباك اليمين كان متجه لاحمد هاني لاعب نادي السلمان كليوباترا، تمام؟ الاهلي غير الوجهه متجها الى بورسعيد للتعاقد مع الظهير الايمن لاعب الزمالك السابق احمد عيد ولاعب نادي البصري البورسعيدي. فما تجيش بعد كده تقول اصل الاهلي والفريق بيكرهنا ومزعه بورسعيد. انتوا ما بتشغلوش بالكم بحاجه. المصلحه فين بتوعوا تجيبوها؟ لو في اسرائيل هتقعدوا تلعبوها. لو قالك في ماتش ود كده بين الاهلي واسرائيل عشان هتاخدوا مثلا مليون 20-30 مليون دولار هتقعدوا تعملوها. الاهلي بيعمل كل حاجه في ده البطولات، فسيبك بقى من بمادئ والاهلي فوق جميع ابنائه وهجص تكسب والكلام ده. الاهلي اي حاجه فيها مصلحته بيدوس على اي مبادئ وقوانين ويطلع يخلص، وعندك في ده عبره في ال3 نقط اللي خدهم في نهايه الموسم. لكن بالنسبه لي الاهلي على الطريق الصحيح. تعالى اكلمك بقى في الزمالك ومصايب الزمالك. الناس دلوقتي يعني انت بتتكلم ان انت جايب مدير رياضي محسسك ان انت جايب يعني توتو فروتو، جايب يعني افشخ واحد في المجره، والناس طلعت تقول لك ما تشوشوش على شغل المدير الرياضي، ده جون ادوارد مش عارف ايه، ده هو اللي ماسك الملفات. وميدو النهارده برضه حاجه تحترم، بيقول لك لا مش هتكلم على اي لعيب معاك وحاجه كويسه، قلت لك ان انا ما بحبش كده لكن ده الصح. لكن بالنسبه لي في بعض التسريبات قبل ما اكلمك عن الصفقات، الزمالك خلال 73 ساعه بالكتير
هيعلن عن المدير الفني الجديد. الزمالك حاطط اكتر من سي اهمهم المدرب البرتغالي لحين تدخل او لحين دخل في الصوره نور الميدو مساعد فريرا السابق ومدير فني نادي فاركو السابق في الصوره. ركز في كلامي كويس. لكن ده لسه لحد دلوقتي مفيش توقيع رسمي، لكن الزمالك متفق اتفاقات اهمها مع مدرب برتغالي. وقلتها لك قبل كده، كل يوم في نادي الزمالك في جديد، كل يوم في جديد، كل ما يطلع حاجه جديده. لكن تعالى كلمنا في الصفقات. الزمالك انا خايف، والله خايف قوي فوق ما تتخيل. لان انت النهارده خلي بالكم ما تبوظوش شغل مدير التعاقدات، خلي بالكم الزمالك مش عارف ايه، خلي بالكم. انا خايف في الاخر لان مفيش ترشيحات بلعيبه سوبر ستار لحد النهارده. خلي بالك اللعيب النهارده اللي فيه ترشيحات عليه هو عبد الرحيم دغموم، لعيب كويس بس مش لعيب بالنسبه لي كلاس ايه، لعيب بيلعب في ادخل لعيب في فرق الدوري المصري، لكن لعيب بالنسبه لي مش طموحاتي ان انا انافس على الدوري، مش طموحاتي ناخد افريقيا، مش طموحاتي ان انا واخد على الانديه، مش طموحاتي اللي يخليني لعيب سوبر، لعيب يكلف 5 6 مدافعين ويعدي، مش اللعيب اللي غير شكل هجوم نادي الزمالك. لعيب كويس في احسن منه. فعايزين نجيب لعيب يعني تكسر الدنيا. مهاجمين انا لحد النهارده الزمالك مخلص كل حاجه، يعني كريم هتعرف في الهجوم بقى، طبعا خلينا في الهجوم، مخلص كل حاجه مع ابراهيم دغموم، فاضل بس الامضه. مخلص كل حاجه محمد شريف، فاضل بس الامضه. ليه؟ الله اعلم، لعل يعلمها جون ادوارد ومجلس الاداره. ما تجيش بعد كده تقول لي اصل ايه، ما تهاجمش مجلس الاداره اصل جاب واحد، لا انت مسؤول عن الزمالك، انت رئيس نادي الزمالك وفي اعضاء مسؤول عن نادي الزمالك في كل حاجه. ما تجيش انت النهارده تقول اصل جبت واحد ورميت الفوطه، لا مش كده. انت برضه عندك عين بتفهم، ما تجيب لك مجلس اداره ليه؟ هو ده زمالك؟ يا جدعان والله انت ما تبقاش زي العبيط اللي بيلعب على الفاضي وعلى المليان، ما تعملش زيهم. احنا داعمون مفيش حاجه، انت ما بتلغيش عقلك، قول الصح وقول اللي يملي عليه ضميرك، وفي الاخر اللي بينزل عليه بضغط في الحيطه. ايه يا جماعه هنظرهم؟ انت مخلص محمد شريف شايف صفقه كويسه بروح، وانا راجل ما بفهمش، انت شايف صفقه كويسه روح خلص معاه، مش خلص مكان انت مزيزي ما هوش تمضيه ليه؟ انا مش عارف والله العظيم، انا مش عارف الزمالك عايز يعني مش عارف والله، انا ما انا فاهم. بص بقى يا سيدي تعال نتكلم تاني. الزمالك كان قريب من يسري بوزار، ما روحتش تخلصه ليه الا لما انت تكون جايب لي لعيب احسن منه. بس انت النهارده بتكلم مين؟ في صفقات بتروح منك، في انديه قلت لك قبل كده بداوا يتوحشوا زي البنك الاهلي، زي سيراميكا، زي بيراميدز، لما يضخ فلوسه في السوق هيخلص مين ولا مين؟ محمد اشرف بن شرقي لاعب غزل المحله بقول لك انه قريب من سيراميكا كليوباترا، لما يبقى يكسر الدنيا ويعمل عضلات ويقول لك 70 80 مليون دولار بروح فكر فيه بقى. لاعب قدامك وكويس وشفنا مستويات في الدوري المصري عامل ايه يا جماعه. والله العظيم اصل الحاجات دي مش محتاجه، انت المفروض عندك لجنه تخطيط او مشيت خلاص، مدير التعاقدات الجديد عندك سكاوتنج يشوف ده كويس نجيبوه، انجز خلص. هو البطء ده في دمنا يعني، عن حقن تواطؤ، حقن بطء، في الاخر يقول لك اصل انا ما بنفسش اهلي ليه؟ ما انت ما بتنفسش، انت بطيء، انت ما عندكش حاجه اصلا تخليك تنافس الاهلي بامانه. اللي يزعل يقول لك انا مش اهلي، انا مش زملكاوي يا سيدي، مش زملكاوي ليك ولا لغيرك، يعني كلام موجود لله. انت النهارده عشان تدخل تقابل سكواد مرعب اللي في سكواد الاهلي ده، سيبك بقى من كاس العالم للانديه اصل خلص والموضوع، وانا قلت لك قبل كده ان مفيش سكواد حاليا مصري افريقي سوبر ستار يقدر يجاري الكوره اللي بتلعبها الدول الاوروبيه. احنا هنهجصهم؟ بنهجص. ما تبص محمد صلاح لما كان طالع من بازل، شوفوا التطور لما لعب في فرق او دوريات فيها كوره عمل ازاي. كان عندك لعيبه في مصر احسن محمد صلاح، لكن شوفوا التطور لما لعب في دوريات. انت النهارده ما عندكش تطور، خلاص بقى نتكلم في الدوري الكحام بتاعنا. انت المفروض تجيب لعيبه تنافس السكواد المرعب يا جدعان. والله لما تيجي بعد كده تنضرب على قفاك من القلم ما تجيش تعيط. الموضوع سهل وبسيط، انتوا اللي مكبرين الموضوع. انا عاوز فلان، انا معايا 5 مليون دولار اجيب بهم صفقات، انا عايز 1 2 3 4 5 هسوق 1 2 3 4 5. الموضوع سهل، الموضوع مش كيمياء، الموضوع مش فيزياء، لكن احنا لازم نبوظ الدنيا. انت الزمالك النهارده مخلص اتفاقه مع حامد حمدان لاعب بوتجيت، لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا، بيلعب مركز 6 ديفندر صريح، بيلعب مركز 8، بيجي لي اللاعب في الدفاع. مخلص ممضي؟ لا. انت مخلص ممضي؟ لا. حلو ليه؟ وانا كده
احنا نخلصوا ليه؟ ما خلصوش، احنا براحتنا خالص. ده الصفقه اللي فيها اجماع من الجماهير، يعني انت لو جبتها وفشلت ما حدش هيكلمك. ليه يا مين؟ طارق حامد، ان انت متفق مع كل حاجه، لكن المجلس متخوف بسبب كبر السن. يا حبيب قلبي، طب مين اللي هيبقى عندك في الاوضه؟ مين اللي يبقى قائد في الملعب، ومين اللي يحفز اللعيبه، ومين اللي عنده شخصيه، ومين زملكاوي في الزمن ده؟ مين زملكاوي مخلص للزمالك هتجيبه احسن من طارق حامد؟ علامات استفهام كبيره بالنسبه لي على جون ادوارد وعلى مجلس اداره نادي الزمالك. وعتلناها كده القصه، خلي بالك انت عتلناها ازاي طول عمره كده. ليه؟ لان اللي قاعد مش همه المجلس، مش همه كزمالك، هو همه الشهره، همه الشو، همه نعمله ايه، همه نسوي. يعني بعد ما خلصنا من واحد كان همه الشهره، دلوقتي همهم الاداريات، نجيبوا حته ارض، نزودوا الدخل معاك، بس في الاخر بتضيع فلوسك فين؟ انت بتضيع فلوسك فين؟ في ولا شيء. انت ما حققتش حاجه، انت النهارده ما حققتش حاجه. في الناحيه الثانيه ماشي، عندك مشكله بسبب حسام عبد المجيد، راجل راسه ب 1000 سيف عايز يحتاج بيعه. بيعوا وينجز، بيعوا وعرضوا صفقتين. اي عرض سوبر يجي للاعب مشيه، ما يروح الاهلي ولا يروح، انت فارق معاك ايه؟ انت فارق معاك ايه؟ ما يروح الاهلي، ما غيرك انت قعدت في صفقه زيزو في الاخر عمل فيك ايه؟ ساك ومشي. فريح دماغك والنبي. فاللي بيحصل ده ما هو الا تقصير مجلس الاداره. هيجي واحد يقول لك يا عم انت لسه راجل عمل حاجه، شفنا حاجه ما شفناش، بس البوادر لو حصل عكس كده والله اطلع اشكوه وابوس راسه واعمل كل حاجه. فالزمالك لازم يجيب صفقات عاليه. انا بنتقد عشان شايف بحب فريق، انا عاوز فريق ده احسن فريق في الدنيا. فانت النهارده تنجز في صفقاتك. حمزه علاء انت داخل فيه ومتفق مع راجل في بعض النقط، في النقاط في مشاكل، جاي له عرض احتراف من الدوري البرتغالي، انجز خلص معاه. ما خلصتش في بديل قزاك. بالمناسبه بكلم محمد علاء حارس الجونه، صفقه كويس، صفقه تمشي مع الزمالك. شفنا مستويات وراجل بيقدم مستوى كويسه، كنت اتمنى السيحه اللي راح الاهلي، لكن النصيب وراجل مشي واختار الاهلي. فالزمالك بطء ده اللي موصلك لكده. خلي بالك الجايات اسوأ لو ما دعمتش، والله العظيم الزمالك هيبقى عامل زي الاسماعيلي. ما افتكر الكلام ده، لو الزمالك ما نقصش نفسه هيبقى عامل زي الاسماعيلي. في النهايه انا قلت لك وعرفتك ما يدور داخل الزمالك. انت عندك مخلص محمد شريف، ومخلص مع احمد شريف، ومخلص مع عمرو ناصر، ومخلص مع حامد حمدان، مخلص مع عبد الحميد دغموم، مخلص مع الناس دي. في الاخر انت مضيت مين؟ ما مضيتش حد. في النهايه كل يوم في بوادر بتبان في خلال الزمالك، في بوادر بتبان. بالنسبه لصفقات بيراميدز، تمام، هقولها لك دلوقتي. صفقات بيراميدز الزمالك بيتكلم على محمود صابر وبوبو ومحمد مجدي. تسالني اتمنى مين؟ اتمنى محمد رضا بوبو. لعيب كان مكسر الدنيا في سيراميكا، لعيب كويس جدا جدا جدا. فبالنسبه لي صفقه تضيف نادي الزمالك، لكن انت المفروض تعلي الطموح شويه وتجيب لعيبه تقدر تشيل نادي الزمالك. ما تنجز وخلص، لان الوضع كل يوم سيء في اسر. في النهايه ده كان ملخص اللي عندي. عجبك كلامي لايك واشتراك وفعل زر الجرس وشير الفيديو يوصل ناس كتير. ما عجبكش يا سيدي رد عليا في الكومنتات وقف في دماغي محترم، والسلام.